في الجزء اللي فات عرفنا ان اختنا اغمى عليها بسبب السم التعبان وان الملك انقذها في الاخر. والله في الخير. ياه، ما كملناش من زمان شيان عملت ايه مع الملك الفظيع ده. لو ما شفتوش الاجزاء اللي فاتت فانتوا فايتكم كتير. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي واذكروا الله علشان هناخد ذنوب كمان شوية اهو نطلع من الكلام ده بحاجة مفيدة. طبعا عرفنا ان الاخت اغمى عليها وحاليا بتحلم بفارس احلامها تقريبا، وبتصحى تلاقي هذا الكائن في وضعيه مشكوك في امرها. ملكنا هنا كان بيهتم بالاخت طول الليل، بيحلف ليها ان هو ما عملش اي حاجه، بس الاخت هنا مش واثقه فيه، واحنا كمان والله مش واثقين فيه. بنعرف ان هو من 3 ايام كان بيستناها تصحى وكل يوم بيكون لازق عندها، والاخت هنا مفكره بطانيه تقريبا. استاذنا هنا استغل الفرصه، يعني ما صدق انها بتقوله ان هو بطانيه. ما تستغربوش، هي المؤلفة مخلية كل رجالة المنهى وتفكيرهم غريب بالشكل ده. تقريبا المؤلفة دماغها تعبانة. هنا الأستاذ بيقول لها إنهم ناموا في ريح بعض، بس ما تخافش يعني كل المملكة عارفين إنها البنت بتاعته أصلا، وغير كده هي اللي كانت حضناه، فهي هنا لازم تتحمل مسؤوليته. السؤال بس، هو الراجل ده واعي الكلام اللي هو بيقوله؟ بيجي الطبيب الملكي عشان يدي للملك الدواء هو والاخت اللي اتسممت، فشيان بتستغرب هو هياخد دواء ليه، فبتعرف ان هو برضو اتسمم، بس هو ليه يعمل حاجة زي دي؟ عشان حضرته خاتم في صباعك. هو ازاي بيشرب الدواء المقرف ده؟ مستحيل اشربه لو على جثتي. الملك بتاعنا بيبص كده ويقترح اقتراح شنيع حرفيا، بيشرب الدواء بتاعها على شفطة واحدة وبيعمل تنفس اصطناعي. يا دي النيلة بجد. طعمه وحش دلوقت. لا هات واشرب ولو كان على جثتي. الوزير بيسمع الدوشة اللي جوه، فكر ان الملك حصل ليه حاجة وكان هيفتح، وعلى دخلة القائد مينج بيوقفوا بسرعة. انت لو دخلت هتفضحنا فضيحة ما بعدها فضيحة، لان دلوقتي اكيد بيحصل عجائب الدنيا السبعة جوه. الاستاذ ده مش عارف يعني ايه عجائب الدنيا السبعة، فبيحاول ان هو يشرح ليه، بس الوزير غبي تقريبا. انت مش راجل ولا ايه؟ الملك بيكون سامعهم من بره، والاستاذة برضه بيخليهم يدخلوا، وهو بيحذرهم من نشاط امبراطورية شاو. وبمناسبة الكلام ده، الأستاذ مينج بيفضح سره بأنه كان بيأمره إن هو يحمل أخت الشيا لما كانت في السجن. الموضوع يعني كان سر، بس الأستاذ فضحه. الأخت بتتفاجئ من الموضوع، طب هو ليه وداها السجن بقى طول ما هو كان بيحميها في السر؟ الملك بينكسف ويقول لهم يمشوا. المهم إن هو بياخد الوزير وبيهربوا من المكان. هل أنت أمرت القائد مينج إن هو يحميني؟ الملك بتاعنا بيكون مكسوف بس مش بينفي الكلام، هو كان عاوز سلامتها وبس. أختنا بتزعل لأنها غلطت في حقه قبل كده وضربته بالسكينة في الجزء اللي فات، وبتقوله هنا يوريها الجرح بتاعه. هو مش هيوريكي الجرح بس، هو ممكن يوريكي فخدته كمان. المهم بتبص كده وتلاقي جرح أكبر، وبتعرف إن الجرح ده بسبب أخوه وأمه. المهم إنها بتزعل وتعيط، وهو بيكون مبسوط إنها بتعيط علشانه، والموضوع بيتطور وبيحصل تنفس اصطناعي. الأستاذ يقول لها لو ما زقتنيش دلوقتي فأنا وربنا ما هقدر أبطل، ابعد عني يلا. استحمل، انت اللي قلت. بتهرب الاخت وهي المفروض ما تفكرش في الملك عشان هي مرتبطة بالاستاذ سيشوان، وغير كده هي ما تقدرش تسيب عيلتها وعالمها. بتبص كده وبتلاقي هذا الكائن، يا من القرون الوسطى ما شفناكش، بيطلب منها ان هو يكون تابع ليها. هي انقذته وانقذت امه، وده اقل حاجة يعملها ليها، لانها بجد فتاة النبوة اللي هتنقذ العالم. طب لما تنقذ نفسها الاول. الكلام ده تسمعه منه، بس هي هنا ازاي؟ بجد هل مصيرها فعلا مرتبط بالعالم ده؟ يعني ما كانش صدفة انها تيجي هنا. المهم ان ملكنا بياخدها ويقول للناس ان البنت اللي استناها العالم اخيرا بقت جزء من مملكته. بيعترف ليها قدام الناس ويقول لها ان هو يخليها الملكة بتاعته، بس ياخد موافقتها الاول. طبعا الناس فرحانين، بس بنلاقي الكائن ده بيكون بيخطط ان هو يخطف الاخت بالليل، بيتنكر كمحظية وبيدخل القصر. نرجع للأخت شيان اللي قاعدة تلعب ولا كأن في حفلة الليلة، والمفروض إنها تجهز، فبياخدوها للحمام تنضف شوية. وهنا الخادمة بتاعتها تسألها عن العالم اللي هي جت منه، فشيان تقول لها إن في العالم بتاعها الناس يقدروا يطيروا ويقدروا إنهم يقطعوا مسافات بعيدة بالقطر. طبعا البنت مش فاهمة حاجة، بتفكرهم وحوش، والأستاذ هنا قاعد يصنت عليهم، ومن وصف الكلام اللي سمعه بيفكروا بالحاجات اللي شافها في حلمه. هو ما يعرفش إن هو فقد الذاكرة أساسا. أنا بحرق عليكم الأحداث على فكرة. المهم إن هو بيخطف الأخت والخادمة بتاعتها، وبيقول للتابع بتاعه إن هو يجيهم الهدوم برضه، يعني مش هياخدها عريانة يعني مثلا. الملك بتاعنا حس بحاجة غلط. قلب الأم بيستغرب إن شيان لسه ما جاتش، فبيسأل عنها، بس بيدخل الخادم ويقول إن شيان مش موجودة في القصر. طبعا هو لما عرف كده اتهبل،
فكر انها سابته تاني. بيروح الحمام عشان يشوفها بس مش بيلاقيها فعلا. بيبهدل الخادم ان هو معرفش يحرسها، بس الخادم بيحلف انه كان بيحرسها من ساعة ما دخلت، بس هي ما طلعتش من وقتها. طبعا الاستاذ هنا كل اللي في دماغه دلوقتي ان الاخت سابته وهربت زي ما عملت قبل كده. بيدخل الحارس عشان يبلغه ان كان في ناس شافت راجلين مشكوكين في امرهم ومعاهم بنتين كانوا شكلهم مغمى عليهم، وان العربية اللي ركبوها جرت بسرعة من المكان. هنا يوجينج بيشك ان شين انخطفت، بس لو فعلا كده هيفشخ اللي خطفها، وبيأمر الحراس انهم يدوروا عليهم. وبس هنقف لحد هنا. في الفيديو الجاي هنعرف هل يوجينج هينقذ الاخت شيان ولا لا. المهم ما تنسوش تدعموا تعبي بتعليق ولايك عشان استمر. ما تنسوش ان انا شغاله لوحدي والموضوع متعب قوي، بس بحاول اخلص ملخصاتي القديمه، وزي ما قلت لكم التنزيل هيكون شبه يومي، عشان كده بنزل لكم فيديوهات قصيره. وخليني اشكركم على الدعم اللي قدمتوه ليا بعد غياب طويل، انتوا بجد احلى متابعين. ويلا اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه. I know you are my queen. What's it up? Just a drink. Can't you mean? You're my